مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم فعاليات اليوم الاخير لتحديد بطل الدوري الممتاز المصري لكرة السلة السوبر لهذا العام. يسعدنا ان يكون معنا المدير الفني لمنتخب مصر كابتن عمرو ابو الخير. كابتن عمرو، رايك في الدوري ايه كده؟ وبعيدا عن هذه المباراة، الدوري ساخن منذ دوري اسكندريه. احنا طول عمرنا الحمد لله الدوري بتاعنا بيبقى حماسي، بيبقى فيه منافسه عاليه جدا، في اثاره، ودي حلاوه كره السله. يمكن بقى لنا كام سنه الجمهور بيغيب شويه عننا، فده قلل شويه الاثاره، لكن الاثاره ما زالت موجوده جوه المستطيل. بنستفيد بيه، دي بالنسبه لنا بتبقى ليها فايده. يعني ما اقدرش انكر ان احنا بنقدر نلعب تحت الضغط العصبي النفسي في اي دوله من الدول بره، بيبقى لنا ميزه فيها ان احنا متعودين على نوع الاثاره ده اللي موجود تملي. شايف ضغط المباريات؟ اعتقد يعني كان في ناس بيقولوا لو حصل مباراه فاصله ندي 72 ساعه، رايك ده افضل ان احنا نضغط المباريات؟ بيبين اللعيبه اللي تقدر يبقى فيه يعني نقول تحمل اكتر؟ لا، هو موضوع المباراه الفاصله له لائحه وله نظام بيه، ملوش دعوه بموضوع ان احنا نسيب فتره او مش فتره، ده موضوع منفصل. هو طبعا احنا يمكن كنا طالبين موضوع ضغط المباريات ديت، لان احنا هنلعب ان شاء الله 7 مباريات في 12 يوم في افريقيا ان شاء الله. فهو ده هدفنا في الاعداد، ان احنا ازاي نقدر نبقى نتعود نلعب 7 مباريات في 12 يوم. فهو ده اللي يمكن حاولنا فيه، ان احنا في الدوري المجموعه الاولى في اسكندريه كان في 7 مباريات في 11 يوم، يعني تقريبا يعني متقارب شويه، ان احنا لسه بعيد شويه لسه عن البطوله الافريقيه ان شاء الله. ده خلي حضرتك تعتمد على المعدل الاعمار، يعني يبقى معدل الاعمار اصغر صغير شويه عشان يقدر يتحمل ضغط المباريات. لا، هو بص حضرتك، احنا برضو خلينا نكون صراحه. احنا زي ما قلنا قبل كده، احنا في فلسفه ماشيين بيها. احنا بنعمل جي 2013 2015 17. في 2013 في عمليه احلال وتجديد تدريجيا، ما اقدرش اعمل مره واحده، انا كده بحرق اللعيبه الشباب كلهم. بس هيكون في مجموعه شباب موجوده في جميع البطولات اللي هنشارك فيها في الاربع شهور دولت، وان شاء الله في ابيجان هيبقى في مجموعه لا يساهم بها من الوجوه الجديده لاول مره في المنتخب الاول. واحنا عندنا في مجموعه الوسط، عندنا في مجموعه كبيره 6 7 لعيبه 24 25 سنه، دول ما يعتبروش كبار يعني. طيب، راي حضرتك بقى في نقول فرق الدوري الممتاز هذا العام؟ يعني الاتحاد برغم اللي كان فيه كلام كابتن عمرو ابو الخير هيجي يمسك الدوره بتاعت اسكندريه والدوره دي، وبعد كده قالوا لا كابتن عمرو مش هيسيب منتخب مصر، فضل موجود. الاتحاد قدر يؤدي اداء جيد مع نقول كابتن وسام جابر. النادي الزمالك برغم اللي هو بيلعب بمجموعه قليله جدا فيها بعض عناصر الخبره قدروا يؤدوا جيد جدا. سبورتنج يعني يقترب من البطوله الثالثه. راي حضرتك كده فريق ونبدا بفرقه الاتحاد. فرقه الاتحاد فرقه بطوله، اللعيبه هناك عندها احساس البطوله، عندها روح البطوله موجوده. كابتن وسام اصلا من ابناء نادي الاتحاد، مستمر على نفس الفلسفه اللي احنا موجودين فيها، بيأدي اداء جيد جدا. ما نقدرش ننكر برده كابتن عماد برده قبليه. احنا يعني كان في نادي الاتحاد المفروض ان العمليه بتبقى مستمره على طول، اجيال بتسلم اجيال، عندهم مجموعه كبيره من الاصابات، لكن نادي الاتحاد عنده من الاجيال الصاعده اللي تكفي لاكثر من فريق. يمكن هو النهارده مستمرين في المنافسه رغم كثر الاصابات عدد كبير جدا، لان في روح البطوله موجوده بقى لهم النهارده 4 5 سنوات بينافسوا على جميع البطولات اللي بيشاركوا بيها. فالروح الاصغر في الدوري ومعدل الاعمار طبعا اصغر طبعا، بس انا بتكلم ان في احساس البطوله، في روح البطوله، في كيفيه الوصول للبطوله. بالنسبه لفرقه سبورت طبعا النهارده مأديه موسم عالي جدا جدا جدا. فرقه سبورت من اكثر الفرق المستقره اداريا وفنيا وماديا ومسانده وكل حاجه. من الطبيعي انها تكون في المكان ده هوت فعلا، لان النهارده ضموا مجموعه كبيره من اللاعبين اللي هم مميزين جدا، وهم عندهم لعيبه برضو شباب مميزين جدا. انا شايف ان هم يعني كان كله متوقع انهم هيكونوا في المنطقه ديت يعني. بالنسبه لفريق الزمالك، فريق خبره، ادى مباريات عاليه جدا، صعد مع بدايه الدوري، يمكن كان بادئ الدوري مستوى اقل، بس صعد مع المباريات والخبره ادت ان هي توصله كده اهوت. بس انا متهيألي ان الجهد بقى هو اللي اثر على فريق الزمالك، ان هو ما قدرش يكمل في الاعمار كبير شويه بالظبط، يعني ما قدرش يكمل في دوره القاهره. النادي الاهلي بقى، ونقول سوء الحظ والاصابات اللي جات له، ونقول دايما الاهلي بيبقى قريب كده ونحس ان هو في الكوارتر الثالث بيحصل هبوط في مستوى النادي. ايه السبب برغم ان هو عنده مجموعه كويسه، عنده مدير فني متميز؟ لا، هو النادي الاهلي ظرف خاص السنه دي. هو كان بيلعب النهائيات مع سبورتنج في البطولتين اللي فاتوا، معناه ان هو فريق متميز وموجود وكل حاجه موجوده فيه، ولكن يعني نقدر نقول ان هو مباراته مع سبورتنج اول مباراه يعني في الدوري ديت عملت له احباط، طلعت اللعيبه خارج البطوله تماما. هي دي السبب الرئيسي من وجهه نظري. اللي كان هيفوز سبورتنج او الاهلي، كان الثاني هيحصل له نفس الحاله اللي حصلت النادي الاهلي، حصل له حاله احباط وطلع خالص بره البطوله، وده امر طبيعي جدا نفسي يعني.
نفسي يعني مش الاصابات اللي بعدت الاهلي شويه. لا، الاهلي عنده قافله من اللاعبين، عنده مجموعه كبيره من اللاعبين، وعنده لعيبه كبيره شباب كويسين جدا، في مجموعه كبيره قوي منهم في المنتخب الاولمبي. مش الاصابات، لان الاصابات موجوده في كل الانديه. انا اللي شايفه برده هي كانت مباراه من سبورتنج والاهلي، اللي هيكسب هيكمل واللي هيخسر هو اللي هيجي له الحاله النفسيه دي. الجزيره بقى والاصابات اللي فيها بعدت الجزيره شويه برغم اللي هو من الفرق البطوله. الجزيرة هو من أول موسم عنده مجموعة تأرجحات، عنده مجموعة فقد لعيبة كتيرة جدا أصلا انتقلوا لأندية تانية زي وائل والكرداني، عنده مجموعة إصابات رئيسية مش للجزيرة بس، الجزيرة والمنتخب زي عمرو الجندي وزي رامي جنيدي. يعني الجزيرة ما كانش فيه استقرار نقول فني على مستوى اللاعبين أو بتاع ده. هو ده من أول موسم خليه متذبذب بالصورة اللي ظهر بيها السنة دي. بشكر حضرتك جدا يا كابتن، وبالتوفيق إن شاء الله مع منتخب مصر بقى، خلاص ايام ونبدا بقى مع منتخب مصر ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين مع حضراتكم فعاليات اليوم الختامي لاعلان بطل الدوري الممتاز السوبر لهذا الموسم. يسعدنا ان يكون معنا المدير الفني الناجح مع سموحه هذا الموسم واللي بيأدي مباريات ممتازه، الكابتن زاهر عبد الباسط. كابتن زاهر برحب بيك يا كابتن، واقول لك يعني قلت لي احنا سموحه بعد عن المنافسه، ولكن احنا هنفضل للنفس الاخير بنلعب برجوله عشان انا بعد فريق جديد، وده اللي احنا شايفينه النهارده. بيلعب مع سبورتنج اللي بينافس على البطوله ومتقدمين على سبورتنج، وبتلعبوا مباراه ايكوال جيم. الحمد لله، والله الامور ماشيه كويس، ماشيه في الخط اللي انا كنت برسمه للنادي، ان مطلوب ان الفرقه تبقى ليها شكل وليها منظر، انها تخش السته الكبار وتبقى محترمه، بحيث ان لما يحصل الاحلال والتجديد يبقى الفرقه جايه على مستوى كويس. واعتقد ان شاء الله لو في نصيب هتلاقي فرقه سموحه السنين اللي جايه هتبقى ليها شأن كتير، لان عندنا قاعده ممتازه. بس هو في كلمه بس بوجهها لاعداء النجاح واصحاب المصالح، ده زاهر عبد الباسط ودي فرقه نادي سموحه اللي بتتكلموا عليها، ودول كبار السن اللي بتتكلموا عليهم. بقول لهم هم قادرين انهم يجمعوا اي فرقه في مصر، الحمد لله بالنتائج كلها. هتفضل سموحه ممتازه وهتفضل في السته الكبار وهتقدر تنافس وهتاخد بطولات، لكن صبرا اللي عماره بتتبنى دور مش على طول بتتبنى على طول، انما ان شاء الله يعني مجموعه الخبره اللي موجوده ومعاهم بعض عناصر الناشئين وبعض العناصر نقول الصغيره اللي لسه ما عندهاش خبره بتدفع بيهم وتديهم يعني جراءه في الدوري الممتاز. النهارده عبد الرحمن اديك شايفه في الملعب بيعمل ازاي مع امريكاني على مستوى عالي جدا، عندي رزق، عندي اسامه، عندي يسري، عندي حمد، مجموعه ذات قيمه ان شاء الله، مع كبار السن اللي هم ممتازين للامانه. كان لابد من تواجدهم لاكتساب خبرات لمجموعه الصغيرين. اعتقد السنه الجايه هيبقى في فرقه كويسه قوي لنادي سموحه. كابتن شايف الدوري وشكله والمنافسه عليه، يعني كان ممكن اي فرقه، الزمالك برغم اللي هو يعني كان بعيد كان هيقدر يخطف، انتوا بعتوا الزمالك شويه لما خدتوا منه ماتش، يعني كان ماتش صعب جدا خدتوه باسكت. شايف المنافسه شكلها في الدوري الممتاز ازاي؟ والله المنافسه كانت لكل الفرق، يعني لما تيجي لحساباتي انا خسران من الاهلي بونت، كسبان زمالك، خسران اتحاد 4 بونت، كان ممكن ان اخش في المنافسه عادي، لكن قله خبره الاولاد برضه كانت محتاجه يعني اكتر من كده. انما اللي وصل لنا لغايه الاخر ان سبورتنج والاتحاد هم اللي هيتنافسوا مع بعض ان شاء الله. النهارده في لسه 2 كوارتر 20 دقيقه، هنقاتل لاخر دقيقه، بحيث ان احنا بنلعب لنفسينا، مالناش دعوه مين يكسب ومين ما يكسبش. الاتحاد لسه عنده زمالك، ممكن يلعبوا ماتش فاصل بكره، ممكن ان شاء الله الدوري يتحسم النهارده، الله اعلم، كله في علم الغيب. انما انا بقول لك ان احنا هنأدي اللي علينا وهنبذل مجهود اقصى من رائع، وانا مبسوط جدا من لاعيبتي وبقول لهم متشكرين قوي على المجهود اللي انتم عاملينه، وشكرا لاداره نادي سموحه على كل اللي قدموه ليا خلال الفتره اللي فاتت، وبتمنى التوفيق لنادي سموحه والكره السله المصريه. صراحه قلت للعيبه ايه قبل المباراه، خاصه اللي بيقولوا ماتش سبورتنج النهارده مع سموحه ماتش سكندري، والكلام اللي اتقال احنا شايفين في الملعب عكس الكلام اللي اتقال خالص. شايفين فرقه في نديه في الملعب، سموحه بيتقدم، سموحه يعني مش باصص الماتش الا ماتش مهم برغم ان هو تحصيل حاصل بالنسبه لسموحه. والناس بتتكلم يعني اعداء النجاح كتير واصحاب المصالح الخاصه اكتر، فمتخيلين ان نادي سموحه ممكن يشترى او نادي سموحه اغنى من اي نادي في مصر. نادي سموحه برجالته اقوياء جدا، بفرقته وبزاهر عبد الباسط اقوياء جدا، وان شاء الله هنكمل 20 دقيقه بقوه وتبقى دي هديه لنادي سموحه ان شاء الله. توفيق يا كابتن وبشكر حضرتك جدا. شكرا كابتن محسن. يا كرام احنا مستمرين مع حضراتكم فعاليات اليوم الختامي لتحديد بطل الدوري الممتاز المصري السوبر لهذا العام. اولى مباريات هذا اليوم تجمع بين فريق سبورتنج وفريق سموحه. سبورتنج تقدم ولكن سموحه تبادل مع سبورتنج، يعني نقول ان الديه في هذه المباراه وهذا الشوط. هذا يوم ختامي ولكن
هيتحدد على نتائج مباراة اليوم، مباراة سبورتنج، مباراة الاتحاد السكندري والزمالك أيضا ستحدد بطل الدوري الممتاز المصري لهذا العام، من يفوز ببطولة الدوري، من ستكون له يعني نقول هل سبورتنج يقدر يجمع بين الثلاث بطولات، فاز بدوري المرتبط، فاز بكاس مصر، وهو يعني نقول قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالبطولة الثالثة لهذا الموسم. احنا خلاص قدامنا يعني ثواني معدودة ويبدأ هذه المباراة، ولكن يعني اللي سمعنا النهارده الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري موجود إن شاء الله، هيكون في حفل تسليم الجوائز لبطل الدوري الممتاز لهذا اليوم. في بعض الدعاوي اللي سمعنا تم تقديمها يعني لبعض الحضور سيعلن عنها بعد دقائق، فهنكون مع حضراتكم مستمرين مع حضراتكم فعاليات هذا اليوم لاعلان بطل الدوري الممتاز. امس سيتاجل الى غدا في مباراه فاصله ستجمع بين سبورتنج والاتحاد السكندري. نشكركم لحسن المتابعه لهذه اللقاءات، ولكن مستمرين مع حضراتكم فعاليات الكوارتر الثالث والرابع لهذه المباراه، اولى مباريات هذا اليوم الدوري الممتاز المصري السوبر لكره السله.